اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا ننضف البوتاجاز مع بعضينا قبل ما نبدا نعمل الغدا. وكنت هقول لكم ايه تاني، ومتشكرين لكومنتاتكم الحلوه اللي بتسعدني والله العظيم وحياه ربنا، كلامكم زي العسل وبيفرحني، وشكرا. نهاد ونور تحفه. والله العظيم انت زي العسل وحياة ربنا، كل اللي بيكتب لي كومنت يفرحني الف مليون شكر ليه، وربنا يسعدكم ويسعد قلوبكم زي ما بتسعدونا. هنبدا مع بعض بسم الله. القهوه فارت مني على البوتاجاز، وهنبدا نشوف ننظف الدنيا كده ونعمل الغدا. وما اقولكوش الكوبايه دي انا مخصصاها للسلك المواعين، بعد ما اغسل المواعين اروح حاطه فيه في شويه ميه علشان ما يصديش. ماشي. خلاص نضفت البوتاجاز وخليته زي الفل اهو. هنجهز الغدا بقى. ما ينفعش نقف نطبخ ولا نعمل اكل والبوتاجاز مش نظيف حوالينا، مش يبقى لنا نفس نطبخ خالص. الدنيا تبقى نظيفه ومرتبه، تعملوا احلى اكل. يلا نبدا مع بعض نشوف هنعمل ايه تاني. تعالوا هنا عملت ايه. جبت بصلايه حلوه متوسطه وبشرتها بالمبشره، يا اما تعملوها ناعم خالص بالسكينه. هننزل عليها بحاجه بسيطه ملح عشان البصل الجديد ده بياخد سوا شويه، فالملح يسرع معانا. وقطعه سمن صغيره وحوالي معلقتين زيت. بس كده هشوحها شويه. وهنا بسلق لحمه على النار، هننزل عليها البصل ده اللي طلع وانا ببشر البصلايه بالمبشره، فايه بقى يتبقى قطع منه ما رميتهاش، هخليها احطها على الشوربه، بيخلي طعم الشوربه حلو واللحمه حلوه مع قطعه طماطم. بس وهسيبها ايه تطيب نص سوا، وبعد كده هنطلعها في الدمعه اللي هتشوفوها معايا دلوقتي. عقبال البصله ما تتشوح شويه واكون انا قشرت توم، وتكون انتوا حطيتوا لي لايك وسبسكرايب. شوحت البصل اهو. قبل ما ياخد لون هننزل عليه بعصير الطماطم. هنصفيه خالص علشان ما يبقاش فيه قشر كده واضح في الاكل ويبقى طعمه مش حلو، لا لازم نصفيه. بس كده ما ننساش ننزل عليها بحاجة بسيطة سكر علشان الطماطم. وتاني بصوا يا دوبك نص معلقة صغيرة توم مفروم في البطاطس دي، بتخلي طعمها جميل وتحفة. هتطيب وتستوي في الطماطم وتتسبك مع بعضها ويبقى طعمها حلو. ولما نقعد نملح التسبيكة ديت والبطاطس، ما ننساش ان احنا حطينا ملح في البصل وهو بيتشوح، ماشي، علشان خاطر ايه ميبقاش حاجة مننا ولا حاجة. البنات الصغيرين والعرايس الجداد دول احنا ايه بنستفاد من بعضينا. وما ننساش مكعب البنجر اهو، ماشي، متعودين عليه. وما ننساش طول ما احنا واقفين ننضف حوالينا وننضف الحله الحواف بتاعتها كده، الحيتان دي عليها طماطم عليها مش عارفه ايه، عشان
تبقى الحلل بتاعتنا نظيفة وبتلمع، وكمان الاكل يبقى جميل. بس كده هنغطي عليها ونسيبها تتسبك خالص. تعالوا هقول لكم على حاجه. بصوا، البطاطس دي اللي هي ما فيهاش نقشه حمرا دي اللي تتعمل في الفرن صينيه، او في الفرن، او مطبوخه، او بالطريقه اللي انا هعملها دلوقتي كده. ماشي. اللي هي مثلا اسمها ايه، بطاطس مطبوخه، اللي هي المكعبات ونطبخها في صلصه ودمعه ومش عارفه ايه. ماشي، هي والنوع ده. ماشي. والبطاطس الحمرا خالص دي كلها دي ما تنطبخش، دي اللي بتتعمل شيبسي. ماشي. واللي هي البيضه وفيها نقطه حمراء صغيره زي كده، دي لسه جايه من الغيط. ماشي. دي ايه اللي تتحمر تبقى صوابع، وتتجلي في الزيت وما تشربش زيت وتبقى حلوه خالص. فهقول لكم انا على طريقتها. يعني انتوا لما تكونوا هتروحوا السوق مثلا تشتروا بطاطس، تجيبوا اللي هي لو هتعملوها في الفرن او مطبوخه، تجيبوا اللي هي ساده دي ما فيهاش اي نقشه. والبيضه وفيها نقشه حمراء، تحمروها تقلوها، اللي هي ايه، ما تشربش زيت وتبقى جميله وحلوه المقليه صوابع. والحمراء خالص تتعمل منها شيبسي. انا قلت لكم اهو، عرفتكم. تسبيكه اتسبكت اهي، وبقت جميله وحلوه، ولونها احلى كمان. حاجه بسيطه ملح، حاجة بسيطة شطة، واوعى تقولوا لحماتي، وفلفل اسود. وكمان اللحمة نفس النظام، معلقة ملح صغيرة، بلاش شطة في اللحمة، وربع معلقة فلفل اسود. دي خليها في الشوربة عشان تبقى الشوربة دسمة وحلوة. بس كده هنسيبها تكمل سوا في التسبيكة الجميلة دي. هدي عليها النار. سيبنا اللحمه استوت شويه اهو، هننزل عليها بالبطاطس. انتوا عارفين لو انتوا عايزين، لو عملتوا البطاطس دي اللي هي فيها النقشه الحمراء، اللي تكون بيضه وفيها النقشه الحمراء دي، مش هتبقى حلوه بطريقه الطبخ دي، ولا في الفرن كمان. ليه؟ مش هتشرب في الدمعه، ولما تستوي تبقى مرمله وطعمها حلو كده وجميله. لا، ولا كمان تنفع مسلوقه كمان، اللي هي فيها نقشه حمراء. النقشه الحمراء دي اللي هي تتحمر بس، لكن اللي تنطبخ واللي تتسلق واللي تتعمل في الفرن هي اللي انا وريتها لكم دي الساده خالص. معلومات حلوه اهو بعرفكم، عشان احنا بلدنا هنا مشهوره بزراعه البطاطس. بس كده هسيبها شويه تغلغل شويه في الصوص الاحمر ده في الدمعه، وبعد كده هزودها كبشتين شوربه واسيبها لما تستوي براحتها. خلاص خلصنا الاكل، الرز استوى اهو معانا، البطاطس كمان اهي، شايفين الجمال؟ نقول تحفة ولا ما نقولش بقى؟ لا، تستاهل نقول عليها تحفة. ايه رأيكم؟
الفيديو النهارده يعجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.